السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دي يا جماعة بطاطا. بصراحة الطريقة دي جميلة قوي، اللي انا هعملها بيها النهاردة ديت انا اخدها من واحدة صاحبتي. من ساعة ما انا جربتها وانا ما بقيتش بعمل الا هي. المهم هنا انا غسلت البطاطا كويس، وهجيب صينية وهرص فيها البطاطا زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب معلقتين سكر كبار احطهم في كوباية مية، وهقلب السكر كويس قوي، وبعدين هنزل عليه بالبطاطا، وهغطي البطاطا كويس قوي، وهسيبها بقى ايه، تغلي مع نفسها. اول ما تغلي كده هوطي عليها خالص، وهسيبها بقى، وكل شوية هبتدي ان انا اقلب فيها، ايه، عشان خاطر تستوي يعني من جميع الاتجاهات. وفي نفس الوقت السكر هيتكرمل، فكله ياخد ايه من السكر المكرمل. المهم الطريقة دي بجد بجد يا جماعة تحفة، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. من ساعة ما جربتها وانا يعني ما عنديش بعمل غيرها كده. السكر بدأ يكرمل، فانا هبتدي بقى ان انا اقلب فيها كل شوية عشان ايه، تاخد الكرملة بتاعة السكر من كل الاتجاهات كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت تستوي يعني. الطريقة دي سهلة قوي 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 قوي، من اسهل الطرق يعني. بس مش بتاخد وقت ولا اي حاجة خالص، بتخلص معاكي على طول. وبصراحة بتطلع تحفة. ده غير ان هي بتبقى، بصوا شايفين، هنا بقى خلاص الصوص كان كرمل، والبطاطا كانت خلاص استوت. هبتدي ان انا ايه، بعد ما توصل معايا للدرجة ديت والشكل ده، يعني خلاص بقى يعني بطفى عليها. شايفين حلاوتها ولا طعمتها ولا ايه؟ يعني بجد بجد تحفة. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الحلاوة؟ انصحكم تجربوا الطريقة دي، والله 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 مش هتبطلوا تعملوها. شايفين طلع؟ بص، زبدة زبدة. ما تنسوش تعملوا لي لايك. سلام.